مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الجولة 33، الدوري الإسباني، كلاسيكو الأرض. في هذا الفيديو نتعرف على التشكيلة المتوقعة والموعد والتوقيت والقنوات الناقلة للمباراة وتوقعات نتيجة المباراة. قبل الدخول في التفاصيل لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. إلى التفاصيل. يستضيف برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد على ملعب سبوتيفاي كامب نو الليلة 10 مساء بتوقيت مكة. يدخل برشلونة اللقاء بتشكيلة تضم في الحراسة جوان غارسيا، كوندي، كوبارسي، مارتن، كانسيلو، بيدري، إيريك، راشفورد، جافي، لوبيز، ليفاندوفسكي. فيما يدخل ريال مدريد المواجهة بتشكيلة تضم في الحراسة عودة كورتوا، أرنولد، روديغر، هاوسن، فاران، كامافينجا، بيلينغهام، تياغو، دياز، فينيسيوس، غارسيا. أهم الغيابات عن الكلاسيكو: لامين يامال، كيليان ميبابي، أردا جولر. أما عن توقعات نتيجة المباراة فالكلاسيكو دائما لا يخضع للأرقام ولا للحسابات مهما كانت الغيابات ومهما كان وضع الفريقين قبل اللقاء. التوقع الأقرب أن تكون المباراة مفتوحة وقوية من الطرفين مع فرص كثيرة وأهداف، لأن الفريقين يملكان أسماء قادرة على تغيير النتيجة في أي لحظة. توقعي الشخصي لنتيجة المباراة: برشلونة 2-2 ريال مدريد. مباراة مثيرة، أهداف حاضرة وندية حتى الدقائق الأخيرة، وقد تحسمها التفاصيل الصغيرة أو كرة ثابتة أو خطأ دفاعي. وفي النهاية يبقى السؤال لكم: من تتوقعون أن يحسم كلاسيكو الأرض، برشلونة أم ريال مدريد؟ اكتبوا توقعاتكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.